السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي أحبابي، تحياتي. نبدأ حديثنا إن شاء الله بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ممكن نتكلم بغير النظارة أحسن، بس يلا هنحاول. المهم احنا هنتكلم عن الزمالك وموقف الزمالك وايه اللي حصل وايه اللي تم. مشكلة كبيرة للناس، مسؤولين وهم غير مسؤولين. يعني اتكلمنا عن الإدارة الجديدة لنادي الزمالك، إنها إدارة حكيمة، وإنها إدارة تحسن التصرف، وإنها بتحاول تنقذ الزمالك وتشوف مشاكله ايه وتحلها مشكلة مش تضيف مشكلة على مشاكل الزمالك. ومشكلة يا ريت مشكلة هينة، ده مشكلة كبيرة وعميقة متجذرة لأن لها خلفيات ولها في المستقبل أضرار على نادي الزمالك. فإزاي تكون مسؤول، تكون حكيم، وازاي تتحمل مسؤولية نادي كبير مثل هذا وتحسن التصرف؟ مش اي حد يقول لك كلمة تصدق. كل شيء المفروض يبقى مدروس. ومجلس إدارة ايه اللي جاي يحكم نادي الزمالك او يدير نادي الزمالك؟ ده مجلس ساكسونيا، اقسم بالله لا يحسن التصرف في اي شيء ابدا ابدا. يعني واحد يضحك عليهم يرموا الكرة بره الكرة جوه، تبوظوا مستقبل نادي كبير زي ده. مسؤولين ايه دول مسؤولين؟ بعدين انت قبل ما تطلع بيان او تتخذ قرار ادرسه الاول، شوف ايه عواقبه، ايه اضراره. مش انا اتهلفظ باي كلام واصدر بيانات. ده من احد المسؤولين. طب هيتحاسبوا ازاي الناس دي؟ مين هيحاسب الإدارة دي؟ ما هو لازم يبقى فيه حساب وعقاب. حرية التصرف في مستقبل نادي زي كده، ويعني كيفية إدارته. يعني الإدارة نفسها المفروض هي بتصلح، هي اللي بتفسد. فلا بد أن يحاسبوا ويكون حساب عسير. جمهور النادي الزمالك، جمهور الكبير العريق، المفروض هو اللي يحاسب هذه اللي أقول عليهم إيه، مش فاهم يعني. هذه المجموعة السيئة التصرف، سيئة التصرف بصدق. يعني ليه تعملوا كده في نادي الزمالك؟ الجمهور، هذه المجموعة السيئة، سيئة التصرف، زجوا بالجمهور يعني في الأحداث. وفي مجموعة من الجمهور ناس بسطاء، كلمة توديهم وكلمة تجيبهم. ففي ناس استغلت حتة الجمهور والسوشيال ميديا بأنهم يضغطوا على الإدارة، والإدارة تنساق وراهم، وهم مجموعة قليلة جدا جدا. يعني الغالبية من جمهور الزمالك، الناس العاقلة المتزنة، رافضة كل اللي حصل ده. اللي حصل ده أساء لنادي الزمالك إساءة بالغة. وبعدين دي معركة خاسرة. ليه تدخلوا الجمهور فيها؟ ليه تخلي الجمهور يضغط عليك؟ ليه توصل للمرحلة دي انت كإدارة؟ ما هو ده من سوء الإدارة، انك توصل لمرحلة ان الجمهور يتحكم فيك ويوجهك شمال ويمين. خسائر الزمالك كبيرة جدا. هو لازم يدفع المشاريب، لأن كل اللي طلبه من المستحيلات ده. أولا، ثانيا انت مش منافس عشان تكون قوي وتقدر تطلب. انت مش منافس، انت تحت. الخسائر دي مين اللي هيدفعها؟ اللي قبل كده يا ما خسر الزمالك ويا ما ضيع فلوس عليه.
مين اللي حاسبه؟ لا محاسب عندهم، مفيش محاسب. ودول عارفين ان مفيش حد هيحاسب، عارفين ان مفيش حد هيحاسبهم. المفروض جمهورهم والناس اللي هي يعني عقلانية تحاسب الإدارة دي. ثانيا فيهم فلوس لازم تندفع، خسائر مادية، الحكام، التلفزيون، البث، الحاجات دي، الرعاة، الإعلانات، كل دي فلوس. كل اللي أنا ذكرتهم دول بينتظروا يوم زي كده عشان يجنوا حصيلة الأرباح والسنة. الزمالك بفعلته الحقيرة دي مضيع كل ده، فلا بد من دفع هذه الخسائر الفادحة تحملها نادي الزمالك إن شاء الله. وعايزين نعرف في النهاية رد من إدارة الزمالك لكل جموع الشعب المصري. ماذا استفدتم من فعلتكم هذه؟ ايه اللي عاد على نادي الزمالك من هذه الفعلة؟ كسب ايه النادي؟ ولو عندكم شفافية أكبر قولوا الحقيقة، وقولوا ماذا خسرتم وماذا كسبتم. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.